السلام عليكم يا شباب، معاكم مهندس اسلام المصري في قناتكم تراكس دايجنوزز. النهارده طبعا ضيفنا في القناه الباشمهندس احمد رجب منورنا. وطبعا الباشمهندس ليه قناه برضه على اليوتيوب، لكن هو في مجال ايه يعني قريب مننا شويه، لكن مجال المعدات الثقيله. وطبعا ما شاء الله عليه عامل شغل جامد جدا على القناه. فانا طبعا مش هتكلم كتير، هسيبه هو ان شاء الله المجال هو اللي يتكلم اكتر عن القناه. الفكره القناه جت منين وبدات امتى، وايه الحاجات اللي ممكن تفيد الناس على القناه، ومين اللي يقدر يستفيد بيها، مثلا مهندسين حديث تخرج ولا ناس خبره. فانا طبعا هسيب له المجال هو اللي يتكلم عن الموضوع ده. اتفضل يا باشمهندس. شكرا يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم. والله أنا في قمة السعادة إن أنا مع الباشمهندس إسلام المصري الراجل المحترم. إحنا في قناتنا على اليوتيوب قناة المهندس أحمد رجب للمعدات التقيلة، بنتناول كورسات في مجال المعدات بتخدم قطاع كبير من زمايلنا الباشمهندسين، سواء حديث التخرج أو العاملين في المجال. فكرة القناة جات إن إحنا لقينا إن في فجوة في سوق العمل ما بين الدراسة النظرية وما بين سوق العمل، وإن في قطاع كبير من المهندسين حديث التخرج مش لاقيين مصدر معلومة بحيث إن هم يرجعوا لها ككوميونتي يقدروا من خلاله يطوروا من نفسهم أو يتقلوا السي في بتاعهم ويجدوا فرصة عمل مناسبة في وقت قياسي. وايضا في قطاع كبير من المهندسين اللي شغالين في المجال وما عندهمش وقت، ان هو النهارده الباشمهندس بيطلع من شغله متاخر، فما فيش وقت ان هو يروح ورشه او يلاقي سنتر او يلاقي حاجه تديله داتا محترمه تفهمه المعدات التقيله باقتدار وباحتراف. وايضا في برضه قطاع كبير من المقاولين وتجار قطع الغيار واصحاب المعدات عاوزين يعرفوا المعدات بتاعتهم اللي هم شغالين فيها. وايضا برضه في قطاع كبير من الباشمهندسين اللي هم محتاجين يعملوا شيفت كارير لمجال المعدات، بيبقوا شغالين في قطاع المصانع او حابين يسافروا بره في الخليج وبيلاقوا ان الوظائف المتاحه في مجال المعدات التقيله وهم ما اشتغلوش فيه، فبيبقوا عايزين يشفتوا كارير للمجال، فعايزين ماتيريال محترمه يقدروا من خلالها يفهموا المعدات بسرعه في منظومه توفر وقت قياسي في خلال شهرين زمن، وتوفر جهد وتوفر كمان ماديات. لان الموضوع بمنتهى البساطه ده المحاور اللي احنا ابتدينا نعمل فيها القناه بتاعتنا. طيب ابتدينا بمحتوى اد فاليو يضيف قيمه مضافه للناس، اللي هي الكورسات المجانيه عندنا على القناه. الكورسات دي بتشمل انظمه الحركه في المعدات الثقيله. يعني النهارده حضرتك بتبني عماره، لابد انك تعمل لها الفاونديشن، الاساسات بتاعتها، عشان تبني عليها مستقبلا بعد كده وتحمل عليها، تبقى فاهم. يبقى تفهم المعدات اللي شغاله بنظريه الهيدروستاتيك درايف، وتفهم المعدات اللي شغاله بآلة الجر، وايه هي المدرسه دي وايه هي المدرسه دي. بعد كده بندخل على انظمه الحقن، وبعد كده بندخل على اعطال المحرك الديزل اللي هو العملي، الكلام اللي هو لما حضرتك تروح انترفيو تتسال المكنه بترفع حراره ليه، اسبابها ايه؟ المكنه خلطه ميه على زيت، اسبابها ايه؟ المكنه بتعمل عمره، ايه الاسباب اللي خلتك تعمل عمره، وايه الاجراءات اللي انت بتعملها. في ايضا كورس معده على ارض الواقع اللي هي الحفار الفولفو الاي سي 210 بي. احنا بنقدم في المحتوى بتاعنا في قناتنا على اليوتيوب محتوى مش برموز ولا بمعادلات، شبعنا برنولي، شبعنا كرشوف، شبعنا البريشر بيساوي الفرصه على الاريا، شبعنا معادلات لما استوينا. فاحنا عاوزين، انا النهارده قدام مني لودر اعرف اتعامل معاه، قدام مني حفار اعرف اتعامل معاه، بولدوزر، جريدر، لودر، اي معده افهم المنظومه ماشيه ازاي. وده اللي احنا بنقدمه في الكورسات البيزك لينا، كان انا بفهم حضرتك حاجه اسمها الباور فلو. الباور فلو ده اللي هو نقطه الزيت بتمشي جوه الخرطوم ازاي، بتطلع منين، بتمشي من الطرمبه فين، ايه هي حالات الطرمبات، طرمبات ووضع الهولد، وضع السكون، وضع اب ستروك، وضع دي ستروك، البلوف الدلتا بي اللي على الطرمبه بتشتغل ازاي، بتفصل امتى، بتضغط امتى، اللود سينسنج. يعني ايه لود سينسنج؟ بضغط زيت حسب الطلب، وقت ما انا عايز بضغط، وقت ما مش عايز ما بضغطش. بفهم المنظومه دي كلها، وكمان سايد باي سايد امشي معاها جنبا الى جنب التيار او الكهرباء بتمشي ازاي جوه السلك. يبقى انا عشان الحركه تتم لابد في حاجتين يمشوا مع بعض، كهرباء تمشي مع زيت، كهرباء تمشي في سلك مع زيت يمشي في خرطوم ويطلع من طرمبه ويمر على البلوف، وايه اللي يهندل الكلام ده كله مع بعضه، بحيث ان حضرتك لما تفهم هذا الكلام تبقى قادر بفضل الله سبحانه وتعالى ان انت تشخص عطل.
لان المعدات التقيله يا رجاله ما بتتحفظ. لان لحضرتك لو حفظت معدات، يبقى مجرد ان المعده لونها اتغير، الدوكو بتاعها من اللون الاصفر للون الاخضر للون الابيض، حضرتك مش هتعرف تتعامل. فالنهارده احنا بنخلق في الكوميونتي بتاعنا اللي هو المهندس احمد رجب تدريب على المعدات الثقيله، بنخلق جيل محترم من المهندسين الفراوده، المهندسين المحترفين، مش المهندسين الحفيظه. بحيث انك انت النهارده شفت حفار تعرف تتعامل في مقشطه اسفلت، تعرف تتعامل في سكيد ستير لودر، تعرف تتعامل في فريزه، تعرف تتعامل في مكنه بايلس خوازيق، تعرف تتعامل في اي معده طالما من نفس المنظومه ومن نفس المدرسه اللي هي الهيدروستاتيك درايف اللي هو الهيدروليك منه فيه. شفت سكريبر، شفت لودر، شفت بولدوزر، شفت اي حاجه فيها ترانسميشن، هتعرف تتعامل وهتعرف تفرق ما بين البلانيتاري تايب ترانسميشن اللي هو الترانسميشن المجموعه الشمسيه الكوكبيه وايه هي المدرسه بتاعته، وهتعرف تفرق بين المنظومه الثانيه اللي هو الكاونتر شافت ترانسميشن. يبقى احنا هنسال نفسنا سؤال كده: ايه الفرق بين اللودر والجريدر؟ ايه الفرق بين اللودر وبين الحفار؟ تمام. يبقى هنا ده اللي احنا بنشرحه في الكورسات بتاعتنا، وكمان بنشرح العملي وانت في مكانك. لا انت محتاج تسافر، ولا محتاج تصرف فلوس، ولا محتاج تنزل ورش، ولا تتبهدل، ولا تضيع وقت كتير وجهد في كلام ممكن يوصلك ان انت تصرف الاف الجنيهات والمحصله بتاعتك يعني مش اللي هي. لكن احنا بنقول احنا بنقدم لحضرتك محتوى جايب من الاخر، وبيفهمك المعدات زي ما بيقول الكتاب، بصور الوان، باماكن الحاجه على الطبيعه جوه المعده، بالطريقه اللي انا بشرح بيها. بعرف حضرتك المعده حركاتها ايه، واشاره الكهرباء طالعه منين، واللود سنسنج ماشي ازاي، واشاره الزيت طالعه منين جنبا الى جنب، مع اكواد الاعطال بتاعتها، مع مخططات الكهرباء، مع كل ما يتعلق بيها، بحيث ان حضرتك في النهايه تقدر تقف قدام اللودر تقول له تعالى لي يا لودر، تقف قدام الجريدر تعالى لي يا جريدر، مش هتهابه ومش هتخاف منه. والنقطه اللي في غايه الاهميه، قيمه حضرتك الاد فاليو. اعتبر حضرتك نفسك ماركت، حضرتك سوق. السوق ده الماركتينج بيبقى حضرتك محتاج ان انت تسوق نفسك مظبوط. هاو تو سيل يور سيلف في الانترفيو، تبيع نفسك في الانترفيو بكام؟ بقرش ولا بقرشين ولا بثلاثه ولا ب10؟ قيمتك كام يا باشمهندس؟ لما حضرتك تروح تعمل الانترفيو، الباشمهندس اللي بيعمل معاك الانترفيو لما يلاقيك مهندس حريف وشاطر، المبادره لحضرتك انت اللي هتطلب، انت اللي هتتشرط، غير لما تروح له وانت يعني زي ما بيقولوا ايد ورا وايد قدام، لا عندك معلومه ولا مستعد للانترفيو ولا اي حاجه. والناس بتقعد على الجروبات تقول لك مش عارف شركه مين بتعمل اختبارات ايه الاسئله اللي هم بيقولوها. ما ينفعش يا باشمهندس، انت حضرتك قيمه وقامه، تبقى حضرتك رايح مستعد وتقول لهم كده: انا مهندس ميكانيكا معدات تقيله محترم، او انا مهندس معدات تقيله وانا اي تخصص وحابب المجال، محترم ومحترف، واللي عاوز يسال يسال. ده اللي احنا بنقدمه في قناتنا على اليوتيوب وفي الويب سايت بتاعنا وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعنا. اتفضل يا هندسه. طيب طبعا احنا الباشمهندس يعني ما شاء الله عليه، يعني هو اتكلم في اي حاجه ممكن حد يستفسر عنها. طبعا رابط القناه احنا هنسيبه في صندوق الوصف تحت، وهيظهر برضه في الفيديو اثناء الفيديو رابط القناه. وطبعا هو الباشمهندس ما فيش مش قناه بس، ده في قناه وفي موقع وفي قناه على الواتس وفي الفيسبوك، يعني ما شاء الله في انتشار واسع جدا. فاحنا طبعا عايزين نوصل الفيديو ده للناس المهتمه بمجال المعدات الثقيله، لان طبعا مجال المعدات الثقيله مش بينفصل عن الشاحنات. يعني اي شركه مقاولات او شركه نقليات بتلاقي عنده برضه زي ما هو عنده تريلات وعربيات نقل، بتلاقي عنده برضه 3 لوادر، لودر، حفار، عنده جريدر، عنده كذا، خاصه شركات الخرسانه الجاهزه. وطبعا الباشمهندس ما شاء الله خبره كبيره في المجال، يعني هيفيدك حتى في معلومه ان انت المعده اللي انت بتتعامل معاها، يعني مش هيدرس لك الجانب ان انت الاساسيات النظريه بس، لا هو حتى لو في اعطال تخص المعده هيفيدك ان العطل ده ممكن يحصل من ايه. تمام. فدي حاجه مهمه جدا، دي حاجه صعب توصل لها حتى لو نزلت مع حد شهر او 2 كتدريب عملي. انت اللي هتشوفه هو بس اللي هتتدربه، هو ده اللي هتعرفه. طب لو في معلومه خارج الحته اللي انت شفتها مش هتعرفها، لان هو ما حصلتش العطل ده ما حصلش اثناء وجودك في الورشه او اثناء وجودك في مركز الصيانه. فانت محتاج حد يلم لك خبرته كلها ويديها لك كده ايه في كبسوله، مثلا كبسوله دي شهر شهرين على حسب بقى المحتوى اللي انت عايزه. طبعا في اكتر من كورس طبعا، والباشمهندس ان شاء الله لما تدخل على القناه هتلاقي التفاصيل كلها. في طبعا محتوى مجاني تقدر تستفيد بيه فري 100%،
في محتوى مدفوع لو انت عايز تتواصل مع المهندس احمد. ده بقى انت عايز تحترف وعايز فعلا تشغل في شركه معدات وعايز تتمكن من المعده دي. انت عندك كل اللي عندك لودر، يبقى عندك تتمكن من اللودر في اي لودر. خلاص انت بقى عارف الدنيا ماشيه ازاي ورايحه فين. طبعا انا مش هقدر اتكلم في النقطه دي لان المعدات دي بجال الباشمهندس، تفاصيلها كلها طبعا هتلاقيها على القناه. هسيب لكم رابط القناه تحت وكل التفاصيل موجوده في صندوق الوصف. طبعا باشمهندس احمد نورتنا النهارده، نورك. وان شاء الله برضه هنعمل لقاء تاني بقى حاجات فنيه بقى، هنتكلم بقى عطل كده والباشمهندس ان شاء الله يفيدنا. بس النهارده حبينا نعرفكم على الباشمهندس لان طبعا لازم يكون في تعاون بينا مهندسين عامه، بالذات المجالات القريبه. يعني مجال الشاحنات قريب جدا من مجال المعدات. في ناس كتير اصلا بتسالني على القناه وعلى غير القناه، انا عايز اتعلم صيانه لودر فطبعا ده مش مجالي انا، ما دي حاجه طبعا لازم انا كل واحد لكل واحد ليه مجال. ما ينفعش انا افتي في حاجه مش بتاعتي، فطبعا كل حاجه ليها ناس متخصصين. تمام. فطبعا عشان كده دي فكره ان احنا عملنا اللقاء، ان اكتر من حد بيسالني على المعدات، فانا حبيت الباشمهندس احمد راجل متمكن من مجاله وفعلا بيقدم معلومه كويسه وبشكل شرح مستفيض وشرح علمي وعملي في نفس الوقت. فحبينا يبقى ايه في فكره عنه. وفي نفس الوقت هو طبعا اي استفسارات انا مش هقدر ارد عليها لان الاستفسارات هو يبقى هو الراجل المختص بالمجال. فانا هسيب لكم كل قنوات الاتصال معاه تمام في صندوق الوصف. نورتنا يا باشمهندس، شكرا يا باشمهندس احمد. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.